الوضع في الخليج يتغير. الظروف التي سينشأ عليها أولادنا ستختلف كثيرا عما هي عليه اليوم. ما ستشاهده الآن ليس أسطورة وليس نسجا من خيال، إنك على وشك مشاهدة تقرير خطير عن تغير الأوضاع الخليج. وصلت شمس الإسلام إلى إيران بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الفتح الإسلامي لهذه البلاد في السنة 13 للهجرة في عهد الصديق رضي الله عنه، واستمرت عملية الفتح حتى حقق المسلمون نصرا مبينا في معركة نهاوند في السنة 21 في عهد الفاروق رضي الله عنه. فسميت هذه الموقعة فتح الفتوح، لأن دولة الساسانيين لم تقم لها قائمة بعدها، وبقيت إيران دولة مسلمة سنية حتى مجيء الدولة الصفوية بقيادة إسماعيل الصفوي سنة 906 للهجرة، التي حولت إيران للتشيع بالقتل والإرهاب لكل من أبى تحويل معتقده. وهذه هي النتيجة. في لبنان أنشئ حزب الله اللبناني من قبل إيران، دعم ودرب حتى أصبح دولة بداخل الدولة. وبعد استحكام واستقرار أمرهم كانت حرب بيروت. سيدنا ليش هذا قطع باشا وحكينا شيء نحن؟ في اليمن استضيف بدر الدين الحوثي الزيدي المذهب في إيران لمدة 7 سنوات، وبعد عودته وتأثره بمذهب الاثني عشرية تم دعم حركته وتهيئتها وسيطرتها على مواقع جغرافية حساسة. وبعد استحكام واستقرار أمرهم كانت الحروب الستة. في العراق تمكن الشيعة واستلامهم زمام الحكم، والنتيجة في الكويت نسبة الشيعة في الكويت في تزايد مذهل، ولهم مناصب حساسة ولهم قوة في التأثير الإعلامي والتعليم. في البحرين كانت نسبتهم في عام 1911 للميلاد لا تتجاوز 30%، وفي عام 2009 للميلاد بلغت نسبتهم 56%. ومن مظاهر التغلغل الشيعي في البحرين هو وصول الدكتور مجيد العلوي إلى منصب وزير العمل حاليا، وهو أحد 73 شخصا من الذين خططوا لتصفية الأسرة الحاكمة البحرينية من أجل انقلاب على نظام الحكم في البحرين، وذلك بمعاونة إيران في عام 1982 للميلاد. المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد وحصن العقيدة الصحيحة، يعلن الشيعة اليوم عن مطالب تبدو في الوهلة الأولى أنها حق، متناسين أعمال العنف والأفعال التخريبية التي سبق لهم القيام بها في الحرمين. وهذه المطالب تشكل جرأة غير معهودة من أبناء هذه الطائفة، مما يدل على تغير الأوضاع في الخليج. ففي 30 من أبريل من عام 2003 للميلاد وجه عدد من مرجعيات وقيادات ومثقفي الشيعة من أهل المنطقة الشرقية عريضة لخادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في حينه،
ووقع عليها 450 شخصا تتضمن مطالبات خطيرة جدا في المملكة، في حين أن مواقع الشيعة تهاجم حكومة المملكة في كثير من مواضيعها المكتوبة، وتعتبرها كما في جميع أقطار أهل السنة حكومة ظلم وجور واضطهاد، وهي تصفهم في أدبياتهم بأنها وهابية، والوهابية في نظر الشيعة نواصب كفرة. ومما ينبغي التأكيد عليه هنا أن المناطق التي يقطنها الشيعة في المملكة لها حساسيتها الجيوسياسية، وذلك في المنطقة الشرقية التي تعد أكبر مخزون نفطي في العالم، وكذلك حساسيتها الدينية، ويتمثل ذلك في المدينة المنورة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المنطقة الشرقية من حيث كثافة الوجود الشيعي. وهذا يعني أن تمكنهم من هاتين المنطقتين يعني قلب الخارطة الجغرافية والسكانية والاقتصادية للعالم العربي بأكمله، وهو ما يستقيم مع الخارطة المنشورة في أحد أعداد مجلة القوات المسلحة الأمريكية، والذي يرسم مستقبلا للمنطقة يقوم على إعادة هيكلة الشرق الأوسط. كما أنهم يسعون جاهدين لتكثيف وجودهم في المدن الرئيسية وتكثير نسلهم واعتمادهم على الأعمال الحرة والتجارة والاستثمار، ويعملون غالبا على إيفاد العمالة الشيعية، ويكثفون وجودهم السكني في أحياء معينة من خلال امتلاكهم العقارات بها، أو من خلال الاستئجار، مع محاولة منع غيرهم من التملك فيها أو السكنى معهم، مبتغين من وراء ذلك تأمين مناطقهم السكنية وجعلها قلاعا مغلقة أمام المجتمع أو أجهزة الدولة إذا تطلب الأمر، كما هو الحال في العراق ولبنان أيضا. كما أنهم يدينون بالعداء الشديد لهذه البلاد وحكامها، لذا قاموا بالثورات والمظاهرات، ومن المعلوم ما قاموا به من ثورات في المنطقة الشرقية، والتي كان من أكبرها ثورة عام 1400 للهجرة، وكذلك ما قاموا به من ثورة مسلحة وفوضى مسلحة في موسم حج عام 1407 للهجرة، والتفجيرات الخطيرة عند المسجد الحرام في مكة المكرمة أثناء حج عام 1409 للهجرة، وحادثة نفق المعيصم عام 1410 للهجرة، وحادثة تفجير الخبر عام 1417 للهجرة، وغيرها. ومن ذلك أعمال العنف والشغب التي قاموا بها عام 1413 عند الثانوية الصناعية في المدينة المنورة، فتصدى لهم المواطنون. كذلك أعمال الشغب التي قاموا بها في البقيع بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 1429 للهجرة. ومن مظاهر ارتباط الشيعة السعودية بإيران قيام رؤساء ووزراء من إيران بزيارة كبار الشيعة في منازلهم، قيام بعض الشيعة بإرسال أبنائهم إلى إيران لدراسة المذهب الاثني عشري في جامعات قم وطهران، ومؤخرا قيام شيعة القطيف بإقامة حفلات زفاف أبنائهم في مدينة مشهد الإيرانية. ولهم نشاط اقتصادي كبير وخاصة في شرق المملكة، وتواجد ملحوظ في المؤسسات النفطية، كما أنهم يستحوذون على تجارة الذهب في المنطقة الشرقية وأسواق الخضار والفاكهة والأسماك والتمور. ويوجد لهم مكاتب عقارية منتشرة في أحياء السنة لشراء البيوت والأراضي في الدمام بشكل مكثف وبمناطق مركزة. وبحسب بعض مكاتب السنة أن الشيعي يحضر للشراء والمكتب هو الذي يشتري له، وهذا دليل على أن الأمر مرتب ومنسق. وقد قاموا بالسيطرة على الأحياء القريبة من مدنهم مثل حي العنود وحي الجلوية، والذي أصبح مهددا بأن يتغير ديموغرافيا بسبب تقدمهم. كما أنهم قاموا بالزحف على حي القزاز وضواحي وسط الدمام القديم، والذي تم شراء بيوت كثيرة لهم فيه، بل إن التفاوض على المال غير مهم عندهم، فيرفعون السعر لإغراء البائع، مع العلم أنه يوجد لديهم حول مدنهم مخططات كبيرة، ولكن الهدف هو الدمام ووسط الدمام في الوقت الحالي.
إن ظاهرة شراء مجموعات من شيعة المنطقة الشرقية في القطيف والأحساء لأراضي ومساحات بيضاء في مناطق ومحافظات أهل السنة أصبح ظاهرا للمهتمين وغيرهم، ولملاك العقار السنة وغيرهم من عامة المواطنين بل والمقيمين. ففي الحرمين مكة والمدينة وجدة والرياض وأبها وحائل والمزاحمية وشمال المملكة، وفي عرعر وحفر الباطن ورفحة والقيصومة، بل وفي قرية العليا، يلاحظ التحرك الغريب لهم في تلك المناطق خلال هذه الفترة بالذات، حيث انعدام الاستقرار السياسي في العراق ولبنان، بل والشأن الداخلي لإيران وسوريا، علاوة على الغلاء الشديد في قيمة العقار، في حين أن الشيعة يدفعون أضعاف قيمة الأراضي أحيانا. فمن الممول الحقيقي لهم بهذه المليارات المتدفقة لشراء أراضي سنية؟ وبحسب مراقبين أنهم تساندهم شركات كبيرة، ومنها شركة داماك، والتي هي أضخم مطور للعقارات الفخمة في الشرق الأوسط في القطاع الخاص. فخلال عقدين فقط تمكنت داماك من تحقيق نمو كبير تحولت فيه من شركة إطعام محلية إلى شركة عالمية ضخمة بأنشطة في أكثر من 16 بلدا. فهل هذا جهد طبيعي أم أن وراءه دول؟ والمتوقع حسب تحليل الخبراء والمختصين أنه بحلول عام 2025 للميلاد سيكون للشيعة كثافة سكانية ومالية كبيرة في المنطقة الشرقية. وإليك المفاجأة: دولة الأحساء والقطيف، والتي تم الانتهاء من وضع أنظمتها وقوانينها وهي بانتظار ساعة الصفر فقط. إذن فإن الوضع في الخليج يتغير، وقد حان الوقت لأن تستيقظ. بالرغم من وضوح مخططاتهم وظهورها للعيان، فإن خططهم تسير على ما أرادوا. لماذا؟ إنه تصدير الثورة، أو بمعنى آخر نشر التشيع في العالم. إيران، وبالرغم من قوة ناتجها القومي، فالملاحظ أنها تعيش في فقر مدقع لا يخفى على مطلع، والسر يكمن في أن الميزانية السنوية الإيرانية تخصص 30% فقط للبنية التحتية، فيما يتم تخصيص 70% الباقية للتسليح وتصدير الثورة. وما زال تصدير الثورة مستمرا إلى أبعد مما نتخيل. هل تعلم أن منظمة واحدة، مجمع أهل البيت العالمي الشيعية لنشر التشيع، دورها وتواجدها في 44 دولة في جميع القارات؟ فما قولك في غيرها من المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية؟ وهل تعلم أن المتخرجين من الوافدين لحوزات إيران أكثر من 12,000 متخرج لعام 2009 للميلاد؟ وهل تعلم أنهم يوزعون الكتب للأعاجم للتشيع في القطيف والأحساء ومكة والمدينة وغيرها وفي دول الخليج، ويعلن عن ذلك في قنواتهم؟ لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين. نحن لدينا عقيدة واضحة، هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف وقم. الذي يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر. هذا هو الموضوع في عقيدتنا. بغداد اليوم وغدا النجد وغدا النجد. وأنا أقول يا وهابية، شهيد الله، تذكروا هذه الكلمة، شهيد الله. إذا فكرت بيوم الأيام